انا في هذه القناه هذه غادي نخصها غير بالشميت، غادي نخصها غير بعفه الرجال وبقله الرجال. هادشي اللي كاين، والدفاع عن المراه المغربيه والدفاع عن كل المظلومين. انا جيت في هذا المقطع هذا غادي يكون خفيف ظريف على المتابعين ديالي، ولكن من هنا غادي نسرد لك واحد النويطه وغادي نخلي المتابعين يحكموا. انت اللي كتخرج في هذا اللايف الاخير ديالك اللي خرجتي وكتقول على ان هي كتقول غير نفسيه نفسي، خوتي بغيت غير نعرف ان هاد الشمايت هادو بحال هاد النوع هادو اللي كيتكلوا على خواتاتهم يصرفوا عليهم. الاخت ما كتجي تدقدق عليك تقول لك اعطيني ما نصرف، ما كتقول لك اعطيني باش نتكسى، ما كتقول لك اعطيني الفلوس ديال الولاد ديالي خصني ندير لهم ليكوش وخصني نديهم مدرسه وخصني ندير لهم خصني نفعل لهم خصني نربيهم، ما والو. كتقول لكم غير عطيوني الاتساع. دابا هاد الاخت هادي، هاد سميره هادي كتقول الاخ ديالها الاخ ديالها غير عطيني الاتساع، وهو خارج كيقول ليها نفسيه نفسي. يعني هاد السيده هادي كتقول نفسيه نفسي. ومن هنيت غادي ندوز لك الحنان بانوراما اللي كتقول ان هي الى خصها غير المشاكل وتشتيت الاسر، وما علاقه المشاكل ديال اختك بحنان بانوراما. تفهمنا؟ غير جبد معايا ودنك مزيان وغادي نعطيك واحد النويطه. تفهمنا؟ عرفتي علاش دابا المتابعين هاجمين عليك؟ عرفتي علاش انت سد التعاليق وما كتخليش الناس تاخذ الاراء ديالها؟ لانهم نزلوا عليك للراس، لانك انت عارف راسك وكتشاهد الفيديوهات ديالنا وكتدخل التعاليق وكتشاهد كل التعاليق وكتمشي لعند اخت حنان بانوراما وكتبقى في السطح وكتطلع على كل التعاليق. عارف المغاربه نازلين عليك للراس لانهم ما كيرضاوش يشوفوا الاخ كيضرب في اختهم. تفهمنا؟ لان المغاربه الشرفاء ما كيحملوش الخو يضرب في الخواتات ديالو، بحكم انك انت هو كما كنقولوا دابا نقول لك راجل بعيد عليك الرجله، نقدر نقول لك انت هو الذكر ديال الدار، انت هو الذكر ديال الدار. يعني الخواتات كيكونوا دائما طامعين في واحد الاخ ديالهم اللي ربما يرزقوا الله ويسهل عليه الله ويبقى يكسيهم ويتهلا فيهم ويتهلا في وليداتهم، ولا قدر عليهم الله شي مشكله ولا طلقوا من الازواج ديالهم يجبروا خوهم في الدار اللي غادي يحسن عليهم ويسخن لهم كتافهم ويكونوا محسن براسهم انهم عندهم خوهم في الدار. ايوا سيدي انت، ايوا انت الرويجل، هذه هي الخوت ملي غادي يجيو للدار ويجبروا العزري، يجبروا العزري في الدار. هذا راه الرويجل، يجبروا العزري في الدار وغادي يسخن لهم كتافهم ويتونسوا به. ساعه جبروا برقاق وجاسوس في الدار، جبروا البياع خواتاتو جالس كيتواصل مع الاعداء، جبروا الاخوان، جبار شنو جبروا عفوا مسخوط دور تاع حمقنا ومن ولينا كنتقاتلوا مع مساخيط الوالدين، من ولينا كنتقاتلوا مع مساخيط خواتاتو، والله حتى يطيروا لنا الطيارات المساخيط. خارج جابد لهم واحد المورصو د الفلوس وكيقول لهم المورصو ها المونطو د الفلوس. هنا عرفتي شنو قالوا المتابعين؟ راني حطيت واحد الفيديو في القناه الاولى ديالي، عرفت شنو قالوا؟ قالوا هذيك الفلوس شوفها، انا نهضر غير بلسان العزاز والغاليين اللي ما عزيزش عليهم الشميت بحال هادو. صافي بينتي شحال بعتي خواتاتك، جبدتي مونطو د الفلوس كتقول لهم ها شحال بعت خواتاتي. واش اللي كيبيع خواتاتو راجل؟ واش اللي كيبيع خواتاتو للشميت راجل؟ والله حتى بزاف عليك الرجله وبزاف عليك انك باش تكون اخ. كل النساء المغربيات كيتبرؤوا من الاخ بحالك، كيتبرؤوا من الاخ بحالك. ولا كنتي غير تاكل غير على سميره باش ترد عليك راه ما تردش عليك. تفهمنا؟ وفي اي مرأة اديها غادي تجبر الرجال لك بالمرصاد. وانا كنضر راسي انا كل واحد غادي يمس المرأة المغربية ان له بالمرصاد. تفهمنا؟ والمشكل هي ديالك انت، ماشي غادي نقولوا كتأذي المرأة المغربية، وكتأذي المرأة المغربية وكتأذي الاخت ديالك، كتأذي الاخت ديالك. ندوز لك الحنان بانوراما. مولات الموزون، مولات الموزون اللي عندها خصها غير المشاكل وخصها غير الفتنه وخصها. واش حنان بانوراما هي اللي خرجت لك اختك من الدار؟ واش حنان بانوراما هي اللي قالت لك خرج ضرب في خوتك؟ واش حنان بانوراما هي اللي طلقت المخصور ولا هي جرات على سميره من الدار؟ حنان بانوراما راه كتدافع عليك على شرفك الميكروب، راه كتدافع عليك على خواتاتك. ومن ضمن حنان بانوراما كاين قنوات هما كيدافعوا على شرفك وكيدافعوا على خواتاتك.
علاش بالضبط كتستهدف الاخت حنان بانوراما؟ خصني نجبد حنان بانوراما باش نبقى شاد فيها، حيت اختك ما رداتش عليك، راه نشبر في مولات الموزون وندير عليها فيديوهات وندير ليها لايفات. هذه هي الخدمه، هذا كيكونوا الرجال. هذا راه اميخي يا ودي. اش ميكرو يا اش ميكرو؟ حتى هو قال لك بدا يترجل وقال لك ضارب الكافات والحطه وجالس كيشبع المونطو. الصغاط قال لك بغى يتبلد، ولا جيت تبلد راك غتولي بحال الطبل المجلد، اللي جا غادي يطبل فيك. جيز المونطو جايب الفلوس من الجيب، ما كترضى ما كتحشمش. قول لي ما كتحشمش، واش هذاك وجهك ولا كفاك؟ بغيت غير نعرف واش هذاك وجهك ولا كفاك. اسخط والدي، واش عندك شي ريحه د الرجال وما فيك والو؟ صافي النفس طلعت بردت. ها جاوب. قرب، ما تخافش ما تخافش. حنا ما نخرجوش من التليفون ولا غادي، حنا عارف انك في السطح كتفرج كتخدر عويناتك. وانا كنبغيك تخدر عويناتك في التعاليق. شوف التعاليق، شوف التعاليق ديال المتابعين. قرا التعاليق، شوف المتابعين اش كيقولوا عليك. والله تضحكني، والله الا ضحكني اليوم. داير واحد اللايف مع هو ما مخلي الكومونتيرات مسدودين. عمركم شفتوا شي واحد داير لايف كومونتيرات بلا كومونتيرات؟ شفتوا شي واحد داير لايف بلا تعاليق؟ ما كيقدرش يطول، كيضرب 15 دقيقه 20 دقيقه في اللايف يقول لكم السلام عليكم. حيت ما كاينش واحد الحوار مع المتابع، ما كاينش واحد النقاش، واحد المواضيع، واحد الاسئله كتطرح في اللايفات، ما كايناش. قاطع على منادم التعاليق. انت بوحدك جالس طاو 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 كتضرب في شرفك، وكتضرب في ديك اللي حتى اللي كيدافع على شرفك. يلا غنزيدك ولا بارك عليك. لا حول ولا قوة الا بالله. خوتي العزاز، والله العظيم اش نقول لكم، انا بعدا راه تقعدها لي مع المسخوط هذا، والله الا تقعدها لي مع سيد مبان مع الراس ديالو. اتصلت بيا واحد السيده قسما بالله لقيتها كنضحك، قالت لي خويا بغيت نعرف هذا السيد هذا واش نورمال. وحق الله العظيم اخوتي ما كنكذب عليكم، اتصال هاتفي تواصلوا معايا المتابعين، تواصل معايا واحد الاخت قالت لي واش هاد السيد لورمان؟ قلت لها اختي والله ما نعرف. قلت لها واقيلا واكل شي حاجه ماشي عاديه، او ضرب شي مخدر، واقيلا ما باقي ما كاينش، باقي ما كيبانش. ضرب شي مخدر صنعو غير راسو واقيلا في الدار. هاد السيد ضرب شي معجون ولا شنو؟ قلت لي واش كيبان لينا السيد لورمان؟ ماشي لورمان ساحي. واش السيد راكب؟ لا ما راكبش. السخاط والله الا وليتي ضحكه، قسما بالله الا وليتي ضحكه اليوتيوب وحق الله العظيم. المهم نخليكم اخوتي العزاز في الساعه هذه. انا بعدا اش نقول لكم؟ سلاك وصافي. والله خوتي تبارك الله عليكم، شكرا لكم على جميع الاخوان اللي كيتابونوا معايا في هذه القناه احتياطيه، لان القناه الاولى شويه مأثره. لي لايكات ديالكم، بارطاج اخوتي، واللي مازال ما اشترك في القناه يشترك فيها، الله يجزيكم بخير، باش مره نبان معكم في لي لايفات هنايا الفيديوهات. يلا اخوتي العزاز تبارك الله عليكم، نهاركم مبروك.